اغبى كائن على وجه الارض هو الانسان. طبعا انت بتقول دلوقتي هو مين ده اللي غبي؟ لحظة، خذ نفس عميق. لما بتيجي سيرة الغباء تلقائيا بنفتكر الحمار، ولو بحثت اكتر هتلاقي ان في ناس بتقول ان الديك الرومي هو الاول في القايمة، وفي ناس تانية بتقول الزرافة، وفي ناس تانية بتقول النعامة، وفي ناس تانية بتقول تنين كومودو. هم اغبى الكائنات في الكون، بس انا ما زلت عند رأيي وبقول ان الانسان هو اغبى كائن حي في الكون. افهمك انا بس قبل ما نفهم، طيب هو ده ايه علاقته بنظرية البعث والخلود؟ بيقولك ان المصريين القدماء كانوا بيصدقوا ان الانسان هيبعث تاني بعد موته عشان يعيش حياة الخلود، وصوروا روح الانسان على شكل طائر بتصعد للسماء، ولو فضل جسم الانسان سليم بعد ما يموت تترد فيه الروح من تاني. عشان كده اهتموا بالتحنيط، واهتموا كمان ببناء الاهرامات عشان تكون حصن للجثث ديت، وعشان هم مؤمنين ان هم هيعودوا تاني كانوا بيسيبوا اكل وشرب وادوات واسلحة عشان يستعين بيها الميت في حياة الخلود. طيبين قوي يا خال، لو عرفوا اللي حصل في اغلب مقابرهم يعني انا مش عارف. الموت في نظر المصريين القدماء ما كانش النهاية، لكن بعده كان بيعيش الانسان حياة جديدة، حياة ما بتنتهيش، حياة الخلود. مش بفكرك كده بحاجة عندنا الكلام ده؟ مش بيفكرك بحاجة خالص؟ وده بيرجعنا لسؤال، ليه الانسان هو اغبى كائن في الكون؟ بس انا عايزك قبل ما نكمل الفيديو ما تنساش اللايك الجميل والشير لصاحبك عشان نكون بنوصل الفيديو دوت وكلمة ربنا لاكبر عدد من الناس. لو هنفترض ان الخط الاحمر ده هو عمر الانسان على الارض، اذا كان بقى 60 او 70 او 80 سنة، وباقي الخط ده هو الحياة الابدية اللي هي الى ما لا نهاية، اللي مش بتنتهي، الحياة الابدية، انهي اكبر؟ انهي اطول؟ اكيد اللي الى ما لا نهاية. تخيل الانسان الذكي اللي ربنا ميزه عن باقي الكائنات الحية بالعقل، وبيقول انه بيعرف يختار ما بين الصح والغلط، وبيميز ما بين الافضل والاسوأ، بيختار انه يعيش 60 وال70 وال80 سنة بالطول وبالعرض على ان هو يعيش الحياة الابدية. في انجيل لوقا واصحاح 12 وعدد 13 يسوع بيقول لنا على مثل عن واحد غني جدا ارضه جابت محصول كتير، ففكر مع نفسه اعمل ايه علشان الاقي مكان اخزن فيه المحصول بتاعي، لان المخازن بتاعتي كلها اتملت. ففكر مع نفسه قال ان انا اهدم كل المخازن اللي عندي وابني مخازن اعظم منها، يعني اوسع منها، يعني اكبر منها، واجمع كل محصولي فيها، واقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منه، فهذه التي اعددتها لمن تكون. احنا بنكون زي الراجل ده لما بنضيع حياتنا في الشغل وفي الدراسة وفي الجواز وفي الاولاد وفي ان اجيب احدث موبايل واحدث عربية نازلة، وانا كل ده بعيد عن ربنا. بالمناسبة ربنا مش ضد الغنى ولا ضد انك انت تحسن من ظروفك ومن مستواك التعليمي او الاجتماعي، لكن هو ضد انك انت تكون بتعمل كل ده وانت بعيد عنه. ربنا عايزنا نكون بنهتم بحياتنا الابدية الاول. في انجيل متى واصحاح 6 وعدد 33 بيقول كده: لكن اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. يعني اكون بفكر في ملكوت الله الاول، وبعد كده كل حاجة انا محتاجها هتكون بتتسدد. يعني اخليني ذكي واضمن الاول حياتي الابدية. ما تبصش على 60 70 80 سنة اللي انت هتعيشهم على الارض، لكن اضمن الاول حياتك الابدية واعرف انت هتكون فين في الاخر.